20 يونيو 1981 النهار اللي ولات فيه كازا مجزرة آدمية. راه ديال العشيه القرطاس تيقولوا راه ديال بالعاني راه ديال بالعاني تطلع واحد السيد تيقول لي ودوا الزانيه صافي وهي تخوى الدنيا. كنشوف الدنيا مرونه، الهليكوبتر العافيه الدراري وبوليس على شي ماطر كيضربوا بالقرطاس. جاونا البوليس خرجوه من الدار داوهم المقاطعه، خلاهم في المقاطعه. اللي مشينا نسولو في المقاطعه قال لنا راه ديناه لعين حروده، تبعناهم لعين حروده قال لا حنا ما جناهمش، هذوك الناس راه ماتوا في هذيك الليله. جافوا بالصاد سدوا عليهم كرزمه مضيتهم قالوا لنا ماتوا. الناس كيف تيقولوا واصله لها العظم، والناس كلها مخبيه في ديورها وما فاهمه والو. واسيدي انا تنقول لكم دوك الاوباش راه مشاو للحبس، هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذلك. وتنقول للدراري الصغار اللي تيسيلوا من الناس لا باقيش يعاودوا يتماسحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. كيفاش البلان وشنو اللي وقع؟ تبع معايا حتى الاخر غادي تعرف كل شيء. وما تنساش لايك وشي كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صحابك. نبداو. في الفترة ما بين 1979 حتى 1981 بدات المعيشة كتصعب في المغرب، خصوصا بعد حرب الرمال واسترجاع الأقاليم الجنوبية وما رافقتها من أحداث. عرف المغرب زيادة صاروخية في أسعار المواد الأساسية، خصوصا تولات الفقراء. الدقيق تزاد ب 185%، السكر تزاد ب 112%، والزيت تزاد ب 107%. وتخيل معايا الزيادات كي كانت، وزيد عليهم الحليب اللي تزاد ب 200% والزبده اللي تزادت ب 240%. باش نشرح لك مزيان باش تفهم الزيادات الصاروخيه، مثلا نفترضوا الزبده انها كانت دايره 100 درهم للكيلو، باش الزياده ديالها ولات 240% فراه ولات ب 240 درهم للكيلو. دونك توقع الاثمنه كي ولات في ديك الساعه. نرجعوا للموضوع ديالنا. هادشي اللي غادي يخلي الشارع العام كيغلي وعلى صفيح احر من الجمر، وهو كيشوف ان القدره الشرائيه ديالو كتنهار يوم من بعد يوم وكتضاعف اضعاف مضاعفه على اللي كانت فيه. الشيء اللي غادي يدفع نقابه الاتحاد المغربي للشغل والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل دخل في مفاوضات مع حكومه بوعبيد باش يتفادوا الاضرابات. والان ذيك الفتره كان حاكم ادريس البصري ومن لا يعرفه الوزير الداخليه الذي يناقش ولا يناقش. رفضت الحكومه انها تتفاوض ودارت السبه كيف العاده، ان الظروف هذه راه ظروف عالميه وماشي غير علينا حنا بوحدنا، واختارت المواجهه بالقمع الشرس عوض الدخول في مفاوضات. هادشي اللي غادي يخلي النقابات تدعي الاضراب عام لمده 24 ساعه يوم 20 يونيو. صباح يوم الاضراب كازا خاويه والحركه فيها قليله بزاف، وهادشي ماشي من عويد كازا حيت هي معروفه بالناس غادا جايه وكله غادي لخدمته. ولكن بعد جلسنا نبض الشارع وكلشي تيقن ان هذاك اليوم راه اضراب عام. الحكومه عرفت بجديه الاضراب، وهنا بدات تحركات وزاره الداخليه. علمت القياد والشيوخ والمقدمين باش يعلموا الناس يرجعوا لخدامهم، وفعلا داكشي اللي كان. ولكن بعد دقائق بدا كل مقدم في السيكتور ديالو كيدق دار بدار باش يعلم الناس ترجع لخدامهم ولا يتحملوا المسؤوليه ديال هذاك الشيء اللي غادي يوقع. في خضم هذا الشيء كامل بدا الاضراب كيتحول تدريجيا لمظاهرات متفرقه وفوضى ورشق القوات العموميه بالحجار، وخصوصا بعد اعتقال الكاتب العام للكونفدراليه العماليه محمد الاماوي ومعاه بعض اعضاء من المكتب التنفيذي. بداو الاعتقالات في صفوف المناضلين النقابيين وتمزج بهم في مخافر الشرطه، الشيء اللي غادي يخلي الامور تكبر ويكون انفجار شعبي فاق التوقعات ديال اصحاب القرار. وشافوا ان الامور بدات كتخرج على السيطره واضطروا ينزلوا كل القوى القمعيه ومختلف الفرق الامنيه والعسكريه، وابرزوها فرقه زايان اللي بقات ميموريزي عند كاع ولاد كازا. وهادشي كامل دارت الدوله في كازا باش يواجهوا الغضب الشعبي، وهادشي كاع ما ينتشر في المدن الاخرين وانه يبقى محصور غير عند بيضاوي. كاع القوى نزلت للشارع وتم تطويق الشوارع الكبرى وجميع احياء كازا بالعسكر. هادشي ما فيش اللعب، وهذا راه امن دوله، وخوفا من ان هذه الانتفاضه تزيد تكبر وتكبر وتعمم في باقي مدن المملكه غادي ينشروا الدبابات وطوموبيلات وغادي يتم استخدام الرصاص الحي، وغادي تحول كازا الحمام ديال الدم. نفس المنظر اللي كيكون في عيد كبير غير هي جثث انسانيه وماشي حواله، وتزرع الرعب في قلوب الكازاويين حيت كاين اللي كان غادي غير يتسخر وخبر ليه الاثار من تما، وكان اللي كان غادي ما عليه ما بيه حتى جات فيه قرطاس ومات. العسكر جاهم اوامر من الفوق باش اللي لقاو كيتحرك يموت، والرعب كيف ما بغى ادريس البصري ينتشر راه انتشر حيت بنادم ولا كيموت وما عارف حتى السبب علاش. وكاينين واحد جوج ديال الروايات اللي ديما منتشرين على هذا الموضوع، اللي هما وحده منهم بنت صماء بكماء ما كتشوف ما كتسمع، غاده مسخره ناداو لها هي ما سمعاتهمش،
تيراو فيها قرطاسه وحده قتلوها وتيراو فيها بدم بارد، وهادو راهم غير عسكر ديال البلاد مع شعبهم، يعني ماشي حتى حرب اهليه ولا شي حاجه كاينه، غير الشعب بغى حقه ما بغاش شي حاجه اخرى. والثانيه اللي هي قايد في البرنوسي اللي ما تحملش كميه الظلم اللي شاف بعينه، ومع داك الشيء اللي كان والقرطاس والناس اللي ماتت واللي تختطفات قتل راسو وسط هذيك المعركه. والمؤلم في هذه القصه انه كاع التحريات اللي دارت لقات انه كاع الناس اللي ماتوا ولا اللي لقاوهم مقتولين القرطاس كان عندهم يا في الصدر يا في الراس، ماشي في شي بلاصه اخرى، يعني جايين مقصدين باش يقتلوهم ولكن ماشي باش يرعبوهم. وهذا الشيء راه استمر اليومين، وانتم راكم عارفين يومين شنو يقدر يطرا فيها بقياده البصري. مئات الاختطافات والاعتقالات، ويحكى ان عدد الاعتقالات وصل لحوالي 26,000 تعتقلوا بدون محاكمه وفي ظروف لا انسانيه، الشيء اللي خلى يموت عدد كبير منهم. سالت احداث الكوميره بكارثه غادا تبقى خالده في ذاكره المغاربه، وحصيلة آلاف القتلى ومئات المختفين، وبكثرة ما كان عدد الجثث كبير تم دفنهم كاملين في مقابر جماعية، يعني حتى واحد ما عنده قبر بوحده. وزعت المحاكم الجنائية على معتقلي أحداث الكوميرة ما مجموعه 1400 عام ديال الحبس فرقتها بيناتهم، بحال هكا كانت سنوات الرصاص وبحال هكا كان المغرب في ديك الساعة. وإلا جيت تقارن بين هذا المغرب وذاك المغرب فراه هذا بين أحسن 1000 درجة على هذا. الله يرحم اللي مات والله يجعل الخير في اللي باقي. كان معك السي مودايزر. الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك. تهلا.